مدينة بتعمل احتفال زي الهالوين بس بيحتفلوا بالمشوهين وبيتفاجئوا بانهم لسه عايشين وموجودين في وسطهم عادي. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر. في مهرجان احتفال المدينة بعيدهم السنوي بالمشوهين بيكون في بنت بتلعب رياضة في الغابة، وبيظهر قدامها واحد من المشوهين لكنها بتعنفه علشان هو خضها، ولما بيتضايق منها بتعمله حركة بصباعها اللي في النص، فبيقرر يقرقش لها عقلتين منه، فبتخاف وبتجري من قدامه. وبتلاقي واحد شكله عادي بيقول لها مالك يا بنتي في ايه، ولما تقرب له يقوم مديها بالبلطة في بطنها. وبنعرف ان ده زعيمهم واسمه مينورد. وفي مجموعة شباب بيخيموا في الغابة، ومينورد قائد الوحوش بيزعق لهم بسبب اخر كام عملية سابوا كذا دليل وراه للشرطة. وبيروح مينورد قدام عربية شلة الشباب ويرمي نفسه، وبيعملوا حادثة علشان يفادوه. واول ما يروحوا يطمنوا عليه يعور بيلي في ايده، بس الشرطة بتتدخل فجأة ويفتشوا عربية الشباب يلاقوا فيها مخدرات، فبتخلي الشرطية المساعد بتاعها يقف جنب العربية لغاية الونش ما يجي ياخدها، وتاخد مينورد وبيلي والشباب على الاسم. بس الوحوش بيهجموا على الشرطي ويعملوا معاه السليمة، وفي الاسم بيقرر بيلي يشيل القضية علشان ما يضيعش مستقبل اصحابه، فبتسيب الشرطية اصحابه يمشوا ويفضل هو ومينورد مسجون كمان تاني. وبيبان ان مينورد عليه حكم من 30 سنة وهربان، ولما تعرفوا انهم جايين الصبح ياخدوه بيقول لها هنشوف. وباقي الشلة بتروح على فندق يباتوا فيه، والوحوش بتقطع الكهرباء وشبكة التليفونات كمان. وبتخرج واحدة منهم اسمها كروز علشان تجيب اكل البيلي، بس في مسخ بيطلع مصارينها كلها بره ويأكلها لها كأنه سيريلاك عادي يعني. وجوليان بيروح السجن البيلي بس مش بيلاقي كروز اللي خرجت من الفندق قبله، وكان المفروض انها توصل السجن قبله. وجيس في الفندق بيلاقي المسخ بيخبط عليه، بس بيفتكروا واحد من المهرجان فبيقفل في وشه، وواحد تاني بيخبط عليه والاتنين بيهجموا عليه ويخطفوه. وليتا بتاخد حديدة من الحمام وهي جوه وتهجم على واحد منهم وتهرب، والوحوش بيربطوا جاس ويكسروا رجله الاتنين وياخدوه ويرموه قدام القسم ويدوسوا عليه بالعربية قدام الشرطية. وتضطر الشرطية انها تخرج بيلي وتديله سلاح وجوليان علشان يحموا الاسم. وليتا بتوصل لهم وتحكي لهم على اللي حصل معاها، ومينورد بيقول لهم خرجوني واسيبكم تعيشوا، بس بيرفضوا. وبيدوروا على صاحبتهم كروز وبيلاقوها بس بتكون جثة قدامهم ومصارينها كلها طالعة بره. وبيهجم عليهم 2 من الوحوش، ولما بيفوقوا بيلاقوا ان بيلي مدفون في ملعب وجوليان مربوط من رجله في خشبة. وبيدخل عليهم الوحش بمكنة جز العشب ويسويهم بالنجيلة. والشرطية بتدي المسجون اللي فاضل معاها مفتاح عربية علشان يطلب المساعدة، وبتديله كمان لاسلكي للتواصل، لكنه بيقع في فخ من المسوخ وياخدوه يحطوه في برميل ويولعوا المحل بيه ويعملوا مندي. والشرطية أول ما تروح للحريق بينفجر المحل في وشها، ومينورد بيلعب في دماغ ليتا علشان تسيبه يهرب ويوعدها انه يمشي وما يعمل لهاش حاجة، وبتعمل كده فعلا. ولما تخرجوا يقوم راشق قلمين في عينيها، وتلاقي شرطية جوزها مربوط في عربية. واول ما تفتح باب العربية بيكون في سكينة متوصلة بالباب وتشق بطنه، ومصارينه برضو كلها بتطلع بره. وبتحاول تساعده بس الوحوش بتهجم عليها، ومينورد بيحبس الشرطية في الحبس ويوصل البندقية برجلها علشان اول ما تتحرك البندقية تضرب عليها، ولو ما اتحركتش اهو كده كده هتموت لان المكان كله مليان بنزين وهيولعوا فيها قبل ما يمشوا. لكنها ما بتقدرش تستحمل وبتضرب البندقية فيها وبتموت الشرطية. وليتا بتبقى ماشية على الطريق وعمالة بتبكي، لكن بيلاقيها مينورد والوحوش وبياخدوها. وبيقول لها مينورد نورت بيتك يا شابة، فبتقعد تصرخ بس خلاص بيكونوا هيعملوها كفتة. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، ومتنساش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم من الاخر علشان يوصل لك كل جديد.